السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الكرة اليمنية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في أول حلقتنا كده. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان عندنا مباراتين وديتين للمنتخب اليمني للناشئين النهارده، مباراة للمنتخب الأول تعتبر اللي هو المنتخب الأساسي، ومباراة للمنتخب الاحتياطي طبعا تحت قيادة فنية للكابتن هيثم الأصبحي. طبعا انتوا عارفين داخلين على بطولة او تصفيات كأس اسيا للناشئين السعودية 2026، فكل التوفيق باذن الله. عندنا طبعا ان احنا بنقع في المجموعة الثانية اللي بتضم كل من قرقستان وغوام وكمبوديا وباكستان ولاوس. المباراة الاولى هتكون يوم 22 نوفمبر، مع المباراة الثانية مع قرقستان اول مباراة 22 نوفمبر، المباراة الثانية مع غوام 24 نوفمبر، المباراة الثالثة مع كمبوديا 26 نوفمبر، والمباراة الرابعة مع باكستان 28 نوفمبر، والمباراة الخامسه والاخيره مع لاوس 30 نوفمبر. فكل التوفيق. انتوا عارفين وبكرر خمس منتخبات او ست منتخبات مشاركين في هذه او متواجدين في هذه المجموعه، هيصعد منتخب وحيد فقط. عندنا سبع مجموعات، هيصعد منتخب وحيد فقط. فكل التوفيق ان شاء الله للكابتن هيثم الاصبحي. لكن النهارده اللي حصل في المباراه يعني مش عاوز اقول يعني غير مبشر. احنا بنقول دي مباريات وديه، ديت برضه بيلعبوا مع انديه اكيد اكبر منهم سنا، مع انديه ايضا متجمعين اكتر يعني، او باللعب مع بعض اكتر يعني من المنتخب. المنتخب طبعا لسه متجمع من اسبوعين ثلاثه، ولسه لغايه الان ما نعرفش القائمه النهائيه للكابتن هيثم بصراحه، اللي هو الموضوع صعب جدا وتوقيت صعب جدا برضه. بعد طبعا يعني الكابتن سامر ساب المنتخب، وكان طبعا اداء يعني غير مرضي للجمهور في بطولة كأس الخليج الأخيرة، وطبعا تم إقالة المدرب والآن مع الكابتن هيثم، فنتمنى له كل التوفيق. النهارده طبعا انتهت المباراة الودية التجريبية الأولى للمنتخب الوطني للناشئين. التشكيلة الأساسية أمام فريق اليرموك بخسارة ثلاث أهداف مقابل هدفين. يعني الفرقة الأساسية لعبت أمام نادي اليرموك وانتهت بهزيمة المنتخب اليمني للناشئين بنتيجة 3 مقابل 2. طبعا اتلعب في بعد المباراة أيضا فريق الاحتياطي أو فريق أو هنقول مثلا الفريق المنتخب به خاض مباراة أيضا أمام فريق 22 مايو، وأيضا خسارة أيضا بنتيجة 1-0. انتهت المباراة بفوز نادي 22 مايو بنتيجة 1-0. مش عاوزين برضو نقص على الكابتن هيثم، دي مباريات وديه وكويس اللي هو بيلعب مباريات وديه، ونتمنى وبنقول وبنتكلم المباريات الوديه لازم تكون مع منتخبات كبرى. حتى لو انت اتهزمت لازم تكون مع منتخبات عربيه، عشان الاحتكاك الدولي غير الاحتكاك المحلي بالمره، غير طبعا. فنتمنى خلال الايام القادمه بعد الكابتن هيثم ما يعرض علينا القائمه النهائيه، فنتمنى ان يكون في مباريات وديه كبرى يعني قبل السفر الى قرغستان. فالمباريات هناك تكون صعبه جدا. صحيح المنتخبات كلها منتخبات يعني لا تذكر يعني تاريخيا او ترتيبا عالميا. منتخب المغرب، المنتخب اليمني يتخطاهم، فنتمنى ان شاء الله يعني يكون الايام القادمه يكون المنتخب يعني شكله افضل واداؤه افضل واحسن ان شاء الله خلال الايام المقبله. حبيت اقول لكم برضو التفاصيل، وحبيت اقول لكم المباريات الوديه، وحبيت برضو اقول لكم مواعيد المباراه، مواعيد البطوله ومواعيد التصفيات، عشان كله يكون في الصوره. شكرا لحضراتكم، تنسوا اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.